هل تجرؤ حقا على سماع الحقيقة؟ هناك في أقاصي صعيد مصر، حيث تتعانق الصخور مع السماء في صمت مريب، يقبع لغز عمره آلاف السنين يسمونه الرصد، وهو ليس مجرد خرافة يتناقلها القرويون في سهراتهم، بل هو كيان مهيب كلفه الفرعوني القديم بمهمة واحدة لا ثانية لها، وهي حماية مخدع الملوك وذهب الأجداد بضريبة باهظة جدا، وهي روح كل من يجرؤ على تخطي عتبة المجهول. الأرض في تلك المناطق النائية لها ذاكرة حية، والجبل ليس مجرد حجارة صماء، بل هو جسد يتربص بالمتسللين ويراقب أنفاس الغرباء. في هذه الحلقة الاستثنائية سنغوص معا في أعماق السراديب المظلمة لنكشف الستار عن حارس الجبل المرعب، ذلك الكيان الذي تحدى قوانين الطبيعة بوقاره الفرعوني. استعدوا جيدا، فنحن على وشك دخول منطقة لا تعترف بوجود الأحياء. لم يكن الرصد يوما مجرد صدفة، بل كان نتاج طقوس سحرية بلغت ذروة الغموض في العصر الفرعوني. كان الكهنة يجتمعون في الليالي التي يغيب فيها القمر، حيث يقومون بذبح القرابين وتقديم الدماء لكيانات غير مرئية لتقبل حماية كنز الملك الفرعوني. هذه الدماء لم تكن قرابين فحسب، بل كانت عقدا أبديا يربط هذا الحارس بالمكان، فلا يستطيع الرحيل أو التخلي عن مهمته حتى ينتهي الزمان. الفرعوني القديم كان يعلم أن المال زائل، وأن القوة الحقيقية تكمن في الأسرار التي لا تموت. لذا فقد وضع جزءا من روحه أو روح خدمه في جدران المقابر، ليظل الجبل نابضا بالحياة وبالموت الفرعوني في آن واحد. خلف الستار السحري للرصد تكمن عبقرية هندسية لا مثيل لها. الفرعوني المهندس لم يكن يترك شيئا للصدفة، فقد صمم سراديب الموت بدقة تسبق عصرنا بآلاف السنين. هناك ممرات كاذبة تقودك إلى هاوية لا قاع لها، وغرف محكمة الإغلاق تمتلئ بالرمال الناعمة في ثوان معدودة لتخنق كل من يدخلها. المصيدة الفرعونية تعمل بتوازن الثقل والضغط، فبمجرد أن تخطو قدماك فوق حجر معين تستيقظ التروس الخشبية والمعدنية المخفية تحت الأرض لتبدأ سيمفونية القتل الصامت. الحارس هنا ليس روحا فحسب، بل هو جبل كامل يتحرك ليمسح وجودك من سجلات الحياة. إنها تكنولوجيا الفرعونية التي حولت الحجر إلى سلاح فتاك. في سكون الليل وعند سفوح الجبال المنسية يروي القرويون قصصا يشيب لها الولدان، عن أصوات سلاسل حديدية تجر في أعماق الأرض، وعن صرخات مكتومة تعجز الرياح عن محو أثرها. هؤلاء الذين حاولوا اقتحام مخدع الفرعوني لم يجدوا الذهب فحسب، بل وجدوا أنفسهم في مواجهة حارس لا يرحم. البعض عاد فاقدا لعقله وهو يتمتمم بكلمات الفرعونية غير مفهومة، والبعض الآخر ابتلعه الجبل ولم يترك له أثرا. الرصد الفرعوني ليس مجرد حارس للمال، بل هو حافظ للعنة أبدية تلاحق كل من سولت له نفسه إقلاق راحة الملوك. بينما يغرق الكثيرون في بحور الأساطير، يحاول العلم الحديث فك شفرة هذا الحارس الغامض. الدراسات تشير إلى وجود نسب عالية من المواد المشعة داخل غرف الدفن الفرعونية. غاز الرادون القاتل الذي يتراكم عبر الآلاف من السنين يتحول إلى حارس كيميائي يفتك برئتي كل من يستنشقه. الفرعوني المهندس والكيميائي البارع كان يدرك تماما كيفية حبس هذه السموم في أماكن استراتيجية لتنطلق فور تحريك حجر أو فتح باب. فهل الرصد مجرد تفاعلات كيميائية ذكية، أم أن العلم يقف عاجزا أمام روح الفرعوني التي ترفض الانصياع لقوانين المادة؟ لكن المشعوذين لهم رأي ثان، يتحدثون عن السحر الأسود الفرعوني وعن القربان المطلوبة لفتح الجبل، دم بشري أو طقوس شيطانية لترضية الرصد. هل وصل الإنسان لدرجة القتل من أجل الذهب الفرعوني؟
الجبل لا يقبل الشركاء، والحارس لا يقبل الرشاوى. كل من حاول استخدام السحر لخداع الفرعون وجد نفسه مسجونا في جسد خادم للأبد. لا تحاول فتح باب أغلق بأمر الملوك، لأن الخروج منه مستحيل. انتهت رحلتنا، لكن أسرار الجبل لا تنتهي. هل صدقت الآن بوجود الرصد، أم أنك تؤمن بالعلم وحده؟ شاركنا رأيك في التعليقات، وتذكر أن الفرعوني ما زال يراقب كنوزه من خلف ستار الزمن. لا تنسى أن الحلقة كاملة بكل تفاصيلها المرعبة موجودة الآن على الصفحة. تابعنا لتكون أول من يقتحم عالم الغموض الفرعوني. إلى اللقاء في سر جديد من أسرار الأجداد.